تقاسموا الكيكه كلهم، تقاسموا البيت كلهم، اتفقوا واخذوا المصاري تبع البيت. دفعت حق البيت 200,000 ريال ما قطري. سجلوا باسمك؟ ما سجلوا باسمي. دم قلبي والله، حطيت عليه يجي 200,000 ريال، اليوم حقه تقريبا مليار. والله أنا بال 2016 اشتريت بيت من جماعة من دمر، واللي اشتريت منهم البيت قلت لهم أنا مسافر على قطر وخلاص البيت سجلوه باسمي، راحوا باعوا البيت وتصرفوا به. والحين أنا طالب الهيئة الشرعية يعني العدل والمحكمة أنها ترجع لي بيتي. هلا حضرتك انت دفعت حق البيت؟ دفعت حق البيت 200,000 ريال قطري. ما قطري. سجلوا باسمك؟ ما سجلوا باسمي، خذوا البيت وباعوا البيت وتصرفوا به، وهم موجودين بدمر هسه حاليا. والحين انا يعني تعبان، كل يوم رايح جاي على دمر وما طلعت بنتيجه، من مغفر لمغفر. طيب ما كتبت عقد بهذا الموضوع؟ ما كتبت ولا شيء، في شهود عندي، بس عندي 8 شهود موجودين لما دفعت المصاري، يعني نصب واحتيال. ما سلموني لا البيت ولا هم معترفين على المصاري. ما عندي الا الشهود يعني يثبتون انه انا دفعت المصاري وانا اشتريت البيت. بقصد انه هلا لما الواحد بيشتري بيت بيكتب عقد اذا مو بالمحكمه اقل شيء يكون عندك محامي ولا في عقد شكلي ابدا بيناتكم؟ لا ما في. اليوم نصب واحتيال، يعني ان شاء الله الدوله هاي ان شاء الله باذن الله انها تاخذ حقوق الناس وترجع حقوق الناس، لانه الكلام اليوم ما ينخاذ به. اذا مو عقد بالمحكمه او عقد عند محامي ما حد يشتري شيء ولا حد يثق بحد. اليوم ابن عمي هذا جاري هذا انا بعرفه، اليوم ما عاد في ثقه يعني. طيب شيخ حضرتك كيف وثقت فيهم يعني انه اعطيته والله لانه على نيتي طيبه، وافكر كل العالم مثل نيتي طيبه. وبموضوع ثاني بالامارات سيارتي محجوزه كمان، حاجزي ليها الامارات، يقولوا لي انت بالجيش الحر، وسفروني من 6 شهور وحجزوا سيارتي. انا طالب الامارات بسيارتي بفك الحجز، يعني انهم يفكونها بدبي. هلا حضرتك نزلت على سوريا وسيارتك بقيت هنيك؟ ايه سفروني. وبيتك اللي هم مشتريه، طيب شو قالوا لك اصحاب البيت اللي قاعدين فيه؟ ما يفعلوا يطلعون، خلاص يقول لك احنا اشترينا البيت واحنا ما راح يعني نطلع من البيت. يعني اللي قاعدين بالبيت ما هم اصحاب البيت لا الاساسيين؟ مو اصحاب البيت، لا يقولون احنا ما احنا يعني ما اشترينا البيت منك وما نعرفك انت، احنا نعرف اللي اشترينا منه البيت. طيب انت اللي اعطيتهم المصاري وينهم هلا؟ موجودين هلا بدمر 2. ايه وشو عم يقولوا لك؟ عن طريق مكتب ولا عن طريق معرفة؟ لا عن طريق معرفة والله. بيت وجبت الشهود 8 من الحارة، وبناس من منطقتنا من ابو كمال من دير الزور شاهد يشهدون يعني. وهلا انا كل يوم اروح على الهيئة بدمر من مغفر لمغفر وما طلعنا بنتيجة يعني. شو عم يقولوا لك طيب؟ والله يقولوا لي بدك تجيب لنا اوراق، بدك تجيب لنا، اقول لهم والله اوراق ما عندي الشهود، يعني عندي عالم تشهد انه انا دفعت حق البيت واشتريت البيت. والشهود معك يعني بيشهدوا؟ موجودين، اي موجودين بدمر، الحين هم موجودين بدمر. بس ما في ولا ورقة ولا شيء بيثبت انك انت دفعت غير الشهود؟ في بس مزورينه. وهذا انا المحامي اللي وكلته على اساس هذا اكبر حرامي هو اللي وقف معاهم، وهو اللي يعني تقاسموا الكيكه كلهم، تقاسموا البيت كلهم، اتفقوا واخذوا المصاري تبع البيت. هذا زاد اشتكى عليه على الهيئه الشرعيه على وزاره العدل انها تقدمه للقضاء. كمان هو كان معهم بهي المشكله. هذا انا كنت موكله انه خلاص البيت راح يتسجل باسمي. انت دفعت المصاري وسافرت على اساس المحامي هو اللي يعمل الوكالات؟ ايوه هو وكلت محامي، والمحامي تساعد معاهم ومع الناس اللي اشترينا منهم البيت، واخذوا مصاري البيت وما تسجل لا بيت ولا صار بيت. دم قلبي والله، حطيت عليه يجي 200,000 ريال، اليوم حقه تقريبا مليار وشوي. شو الحل برأيك؟ شو بهيك موضوع؟ والله هذول لازم يعني يتقدمون للقضاء، وزارة العدل، المحكمة، ويكونون عبرة للآخرين. احنا نتمنى بلدنا يتطبق يعني هالشيء هذا على كل بلدنا، يعني كل واحد راح له بيت لازم يرجع، راحت له أرض لازم يرجع، راح له يعني أي شيء يرجع. اليوم لازم يتطبق هالشيء هذا. يعني أسأل أحمد الشرع أبو محمد والمحاكم الشرعية والهيئات أن ينظرون بهذا الموضوع، يعني إنه ما يعني يستهترون بالأمور هذه. حقوق الناس هاي حقوق الناس. ان شاء الله بيرجع لك حق. الله يسلمك. شكرا كثير لك. على راسي. شكرا.